ممتلئين بالثقافة. كنت سعيدا جدا اليوم باللقاء مع جمهور المثقفين في فجعد حول كتابي مع الدكتور أستاذ حول الخيول. أعجبني على الخصوص حيوية الجمهور. تدخلات الجمهور كانت حافلة بالإضافات، بالمناقشات، بالأسئلة. هذه الحيوية جميلة أعجبتني. أعجبني اللقاء برواد رواد الثقافة المغربية مثل السي محمد الختي، السي مامون، السي الإمام. عجبني اللقاء أيضا بأصدقائي الكتاب مثل صديقنا الآن مصطفى فرحات الذي شرفني بمداخلة جميلة عن كتاب الخيول، لخص فيها أهم محاور الكتاب. أعجبني أيضا الفضاء الجميل، فيه مقهى، فيه مكتبة، فيه قاعة جميلة للقاءات. وأعجبتني أيضا حيوية الأساتذة الذين شرفوني بالدعوة في جمعية أقواس، الذين أتمنى لهم انطراد التوفيق في عملهم الثقافي النبيل. شكرا أستاذ. سنحاول أن نتوغل نوعا ما إلى موضوع المداخلة. هل لكم أستاذي العزيز أن تقدموا لنا تقديما موجزا عن هذه المداخلة؟ مداخلتي كانت أساسا عن كتاب الخيول، وهو الخيول لا تموت تحت السقف. هو حوار مع الدكتور عبد القادر وساط حول القصة، حول الفن، حول الأدب، حول الحياة بشكل عام. هذا النوع من الكتب جديد في الثقافة المغربية، فيه نماذج قليلة مع عدد من الكتاب والمثقفين. أتمنى أن يتسع هذا النوع من الخطابات. الدكتور عبد القادر وساط أديب وشاعر رائع وجميل، بالإضافة إلى كونه طبيبا نفسانيا، وقد استطاع بأسئلته العميقة والموسوعية أن يجرني معه إلى مجالات ممتعة. وأنا سعيد بأن نكون قد أنجزنا معا هذا الكتاب. آمل أن يعجب القراء أيضا. شكرا. أستاذ، وضع القصة القصيرة اليوم في المغرب. القصة القصيرة كما قلت في الصباح في المداخلة، أنا متفائل جدا. القصة القصيرة في المغرب تتقدم وتتطور. أصبح عدد الكتاب والكاتبات في المغرب يعد بالمئات، ينتمون إلى مدارس فنية متنوعة ومختلفة. القصة أصبحت تتصل من الناحية الفنية بالمستويات القصصية في الثقافات الإنسانية العالمية. أنا أتمنى فقط أن تحظى القصة المغربية من جهة بالنقد المواكب اللي يستطيع أن يغربل هذه الدرسة ويصفي الحب من التبن، وأتمنى أن تحظى القصة أيضا بقراء أكثر، لأنها تحتاج إلى جمهور من القراء لكي تكون ولكي تتطور. أستاذ، أيضا نريد أن نسألكم أستاذ العزيز عن موقفكم باعتباركم شيخ القصة القصيرة. وهذا التعبير أعجبني كثيرا، لأنه منذ عقود ونحن نتعلم أن هناك أستاذ كبير علم المغاربة أبجديات القصة القصيرة، ونحن نفتخر بهذا. أستاذ، ما موقفكم من القصة القصيرة جدا؟
هل يمكن اعتبارها جنس أدبي له خصوصيته؟ بالنسبة للألقاب، أولا شيخ القصة هذا هما يطلقون علي هذا اللقب لأنني شيخ في السن وليس في المقام، فلا تحمل الكلمة أكثر من معناها. أنا بدوري تعلمت أبجديات القصة من أساتذتنا كبار الرواد الذين سبقوني إلى هذا الفن. بالنسبة للقصة القصيرة جدا، أنا ما أزال أعتبرها شكلا من أشكال القصة، رغم أن الكثيرين من كتابها يطرحون فكرة استقلالها كجنس أدبي جديد تماما. أنا أعتبرها شكل من أشكال القصة لأن الكتاب في العالم يعتبرونها كذلك. كتاب العالم الذين يكتبون القصة القصيرة جدا، ومنهم كتاب أمريكا اللاتينية الذين تتلمذنا على أيديهم وعلى نصوصهم في هذا المجال بالذات، في مجال القصة القصيرة جدا. لا يعتبرون القصة القصيرة جدا جنسا أدبيا مستقلا، يعتبرونها شكلا من أشكال القصة. ولذلك أنا أتمنى على كتاب القصة القصيرة جدا أن يحترموا هذه الكلمات الثلاث: القصة القصيرة جدا، أي ينبغي أن يكون في النص قصة أولا قبل أن يكون قصيرا جدا. قصة ضروري، يعني أن يكون هناك شكل فني للقصة في القصة القصيرة جدا. فيما يكتبه كتاب المغاربة، هناك كتاب وكاتبات رائعون جدا في فن القصة القصيرة جدا وإن كانوا قليلين، لكن هناك الكثير جدا من النصوص التي تكتب تحت هذا الإطار لا تدخل في الحقيقة في هذا الشكل الفني، لأن فيها الكثير من الخواطر والنكت والحكم والأكثر مما فيها من القصص. أنا أتمنى أن لا يتسرع الكتاب الشباب في كتابة هذا الفن حتى يكتسبوا المزيد من التجارب في الحياة وفي القراءة وفي الثقافة، لتكون نصوصهم القصيرة جدا عميقة جدا ومترعة بالفن وبالفكر، لكي تستطيع أن تقوم كنص موجز جدا. شو أستاذ، هناك من يشبه القصة القصيرة جدا بالأكلات السريعة كاسكروت أو اللمجة يعني. لا لا لا، أنا على العكس، أنا أعتبر النصوص الرديئة فيها هي التي تشبه هذه السندويتشات، لكن النصوص العميقة جدا تحتاج إلى وقت طويل لهضمها. هناك نصوص عميقة جدا في القصة القصيرة جدا، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى العربي أو حتى على المستوى المغربي. توجد نصوص جميلة جدا تحتاج إلى وقت للتأمل وليست سندويتشا. أستاذ، ما هي حدود الالتقاء والافتراق أو الاختلاف إذا شئتم بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا؟ لا أجد أي فرق. أنا كما قلت لك أعتبر القصة القصيرة جدا شكلا من أشكال القصة. القصة ليس لها حد أدنى، يمكن أن تكون القصة في سطرين، ويمكن أن تكون في صفحتين، ويمكن أن تكون في 10 صفحات. بل إنني أعتبر نص الشيخ والبحر لإرنست هيمنغواي رغم أن فيها أكثر من 100 صفحة أعتبرها قصة قصيرة. القصة القصيرة هي فن وليس حجما، لذلك فليس عندي أي فرق بين أشكالها المختلفة. هل القصة القصيرة المغربية في أيادي أمينة؟ لا أمان لشيء في هذه الدنيا، فلما يكون هناك أمان للفن وللأدب وللقصة القصيرة؟ والقصة بالذات لا تحتاج إلى الأمان لكي تكون، تحتاج إلى القلق وإلى الخوف
وإلى النقد لكي تكون. إلى أي حد أستاذي استطاعت القصة القصيرة أن تواكب الحراك السياسي والاجتماعي الذي يشهده العالم العربي الآن؟ إذا كنت تعني بهذا الحراك ما يسمى بالربيع العربي، فنحن لا نزال نهضم هذه الأحداث حتى الآن، لأنها آلت إلى ما تراه اليوم من المآسي على الصعيد العربي ومن الدماء. الفن بشكل عام والأدب ضمنه يحتاج إلى وقت، ليس هناك أدب يواكب أحداث الواقع، يحتاج إلى وقت للهضم وللتأمل قبل أن يعبر إن عبر عن هذه الأحداث. ثم إن الأدب بشكل عام لا يعبر عن الواقع بقدر ما يخلق واقعا جميلا جديدا يمكن أن نجد أحيانا بينه وبين الواقع نوعا من العلاقة، ولكن آمل ألا تكون هذه العلاقة علاقة انعكاسية بقدر ما هي علاقة نقدية وعلاقة تغييرية، يعني أن يدفعنا الأدب إلى أن نغير وليس إلى أن نحاكي ونقلد الواقع كما هو. هل كتب الأستاذ أحمد بوسفور النص الذي كان يطمح إليه؟ طبعا لا. حين يرضى الكاتب عن نفسه يموت، ينتهي. كلما كتبت نصا أجد أن هناك شيئا ما لم أقله بعد وربما كان أجمل، ولذلك أتابعه من جديد. المشاريع المستقبلية أستاذ العزيز، هذا السؤال كلاسيكي. أنا في آخر حياتي الآن، بارك فيكم أنتم الشباب، أنتم الذين تملكون مشاريع المستقبل، أنا لا أملك إلا مشاريع الماضي. شكرا. أستاذ كلمة أخيرة حول الملتقى. كما قلت قبل قليل، أعجبني الملتقى وأعجبني حيوية الجمهور وحركية جمعية أقواس وهذه اللقاءات الجميلة التي جمعتني بإخواني وأصدقائي كتاب في هذا الفضاء الجميل. شكرا للجعد، شكرا لأقواس، شكرا لكم أنتم على ثقتكم وعلى حفاوتكم، وآمل لموقعكم طراد التألق والتوفيق إن شاء الله. أستاذ سؤال أخير، بالجعد كيف الآن؟ ربما هذه أول زيارة أستاذ، ثاني زيارة أو لا؟ أنا زرت بالجعد لكن منذ زمن قديم، زرتها في السبعينيات. بيني وبين بالجعدي القديمة 40 سنة. الآن وجدتها تغيرت تغيرا كبيرا جدا. أنا جالس الآن أمام المحطة الطرقية، لم تكن، كانت هذه مجرد طريق دايزة. قمت بجولة في المدينة مع إخواني المضيفين ووجدت تغيرا كبيرا فعلا، ليس على صعيد البناء الذي ازداد فقط. وجدت حيوية لدى الناس أكثر. كانت بالجعد القديمة خاملة كسولة، وجدت الآن حركية في الناس، وجدت الثقافة أكثر تقدما من أيام السبعينيات، وجدت التعليم قد اتسع. هذه أشياء كلها جميلة جدا، وأنا أتمنى لبجعد العزيزة والعريقة المزيد من التقدم والتطور بفضلكم أنتم الشباب. شكرا أستاذي العزيز، ونحن نفتخر ونعتز بشيخ القصة القصيرة وما زلت أصر عليها. شكرا جزيلا أستاذي العزيز.